السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. اهلا باحلى اخوات واغلى ناس في الدنيا. انا النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بقى وصفه. احنا على طول بنعمل الفراخ بس بطرق مختلفه. النهارده بجد فاتها كتير جدا اللي ما عملتش الفراخ بالطريقه الجوسي ديت، تحفه جدا ما شاء الله. بجد اتمنى ان انتوا كل واحده ما جربتهاش تجربها، لان هي هتشرفك جدا قدام جوزك، وهتشرفك لو عامله عزومه او عامله اي حاجه. نسمي بالله كده ونبدأ في وصفتنا الجميلة. انا هنا بقى معايا بصلتين، هقطعهم بقى. اهم حاجة تقطيعتهم تبقى صغيرة، يعني انا عايزاهم ده هتبل بيها. هقطعهم بقى تقطيعة صغيرة جدا، يعني عايزاها ناعمة ما تبقاش خشنة، على اساس ان هي لما اجي اتبل بيها الفراخ م، تخش كده وتنزل ميتها. انا الوصفه دي ما شاء الله يعني حاطه فيها كميه بصل كويسه علشان طعمها هو كله في البصل. عندي بقى طماطمايه واحده، مش عايزه اكتر القوطه فيها علشان ايه، عايزه طعم البصل هو اللي غالب فيها. هحط بقى التوابل بتاعتي، الملح، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره ناشفه، مع قالب بقى ماجي كده، ونص معلقه قرفه للي بيحب القرفه. بس بصراحه القرفه ممتازه جدا. يبقى انا حطيت كمون، فلفل اسود، ملح، التوابل العاديه خالص بتاعتنا. بس هضيف بقى كزبره ناشفه، وهضيف برضو القرفه بتاعتي، يعني نص معلقه كده من القرفه، مع القالب المرق الدجاج. هتجيبي بقى كميه الفراخ اللي انت عايزاها دي. معايا فرخه هقطعها، بس اهم حاجه التقطيعه بتاعتها ما توصلش للاخر قوي، علشان برضو شكل الفرخه ما تبص منك. بقطعها كده بس علشان لما اجي احط الصوص بتاعي او الخلطه بتاعتي تخش في قلبها كلها. هبدأ بقى ان انا احشيها كويس جدا. طبعا انا غسلاها ومصفياها وزي الفل معي. بنقعها كده في حبة ليمون وملح. بصراحة ما بحطش خل، بحس ان هي بمجرد ما تحط الخل كده، ننزل الخل عليها لونها بيبيض كده او وبتقفل لونها. لا، ما بحبش الخل. بحط كزبرة ناشفة فيها كده معلقة، مع ليمونتين، مع حبة ملح، وهنقعها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. وتغسليها تلاقيها زي الفل معاكي، وتصفيها هتبقى بيضة زي القشطة كده. وتروحي بقى حاطة فيها التتبيلة كده. اهم حاجة التتبيلة نحطها في كل مكان كده. شايفين ما شاء الله بجد حلوة قوي التتبيلة دي. اقل حاجة تستخدميها يعني تسيبيها لمدة ساعة اقل حاجة، يعني ما تشتغليش فيها قبل ساعة. تقدري طبعا ان انت تبيتيها ليلة في الفريزر، في التلاجة عفوا. هنحطها كده في التلاجة لمدة الليلة، يعني معاكي بقى ليلة، ساعتين، ساعة. أهم حاجة بس إني ما تقلش عن ساعة. هجيب بقى الحلة بتاعتي اللي أنا هعملها فيها، كله على البوتاجاز من فوق، ولا تدخلي فرن ولا شواية ولا أي حاجة. اوعوا تتخضوا، ده صوت الفراخ اللي هو ده الصوت اللي هيحمر لك الفراخ. اهم حاجه تسمعي الطشه دي. يعني هنحط الزيت والسمنه بتاعتي، وتستني بقى لما يعني يغلوا قوي كده، يعني تسمعي الصوت ده. هو ده اللي هيحمرها بقى. نسيبها كده لحد ما تحركيش الفراخ علشان ما تنزلش ميتها، قال لما تتحمر من تحت وتروحي قلبها. يعني هتستني حوالي 10 دقايق كده. دي انا بوريها لكم طماطمايه، يعني ايه عشان محدش يفكر ان هو دم ولا حاجه من الفراخ. بصوا، روشتني يعني هي حته طماطمايه كده روشتني. هقلبها كده. بصوا الشكل تحفه كده بقى. لما هتعوزي ان انت تدخليها في الفرن ولا اي حاجه، وبتخليها التحميره دي مش بس بتديكي لون، لا ده بتديكي طعم خرافه. اللي بتحبس بيضها من جوه لما بتيجي تاكليها بتلاقيها يعني طريه كده وناعمه قوي من جوه. بعد ما تتحمر كده هقلبها برضو الناحية التانية. تنشف حوالي 5 دقايق، يعني من هنا 10 دقايق ومن هنا 5 دقايق، وتروحي مطلعة. شايفين ما شاء الله. برضو بقى ننزل بقية الفرخة بعديها على طول، يعني ما تطفيش النار وتروحي منزلاه. اهم حاجة تحاولي تعيني البصل من يعني تنطري كده الفرخة قبل ما تنزليها، علشان هنا انا حطيتها جت بصل شوية اتشوح معايا، علشان لو هتعملي كمية اكبر ما يتحرقش منك. شايفين ما شاء الله. هبدأ برضو اعملها نفس النظام، يعني هحمرها من ناحية دي ومن ناحية دي.
بجد خطيرة جدا، والطعم بيبقى حلو قوي. هتشمي يعني مرحلة التحمير ده، هتشمي ريحة حلوة قوي، ريحة التوابل بقى اللي فيها والخلطة بتطلع ريحة حلوة قوي في قلب المطبخ. زي ما قلت لكم احمرها من ناحيتين. طب لو انا عاملة كمية كبيرة يعني فرختين تلاتة كده، هعين البصل لو في اي حاجة كده بالمعلقة، واكمل بقية التحمير. هتعوزي معلقتين زيت ولا حاجة برضو هتحطيهم، لكن هو في الفرخة لا، هو كده ممتازة جدا. شايفين ما شاء الله. بعد بقى كده، بعد ما اكون يعني خلصتها، اكون محضره معايا بقى حوالي نص كيلو من البصل. بس البصل المره دي مش هقطعه قطع صغيره، لا هقطعه اللي هي الجوانح دي. شايفين ما شاء الله حلو قوي. هقلبها كده بقى لحد ما تدبل. السر بقى في معلقة هي اللي هتغير طعمها وتوديها في حتة تانية خالص. عندي هنا صوص الباربيكيو، هاخد بس معلقة. بيبقى فيه سنة مسكرة كده بيخليها جوسي. بصوا حتى حول اللون البصل خلاه زي المكرمل كده شوية. لو ما عندكيش باربيكيو عادي خالص، ولا اكني شفتي حاجة، مش لازم ان انت تحطيه. مشي كل الخطوات مفيش اي مشكلة. هنجيب بقى طماطمايه ونقطعها برضو جوانح كده، وتروحي حطاها، وننزل بقى بقية الفرخة بتاعتنا. اهم حاجة كده ان احنا ايه واحنا بننزلها، يعني تحاولي ان الصوص والتتبيلة الجميلة دي تيجي فيها. هننزلها كده كلها، بس حاولي ان انت ايه برضو بالراحة وانت بتقلبي الفراخ، علشان يعني ما تتقطعش منك. ده بقية الصوص اللي انا حطيته في الاول خالص بتاع الفراخ. احنا مش هنرمي حاجة، الحاجة غالية حرام. فهننزل بقى بقية الصوص كده، والبصل اللي انا عملته في الاول هنزله عليه، مع معلقة توم. معلقة ممسوحة توم دي هرمية شوية، لا معلقة يعني حوالي 3 فصوص توم كده، وتروحي حطاهم. مش هشوحهم ولا اي حاجة. مع كوبايتين مية بس يكونوا سخنين، علشان الفراخ سخنة وكل حاجة سخنة. ما تنزليش بقى مية من الحنفية عشان ما تنشفش منك، لا تكوني مسخناهم كده او من الكاتل، وتنزلي يعني كوبايتين 3، اللي هي تيجي على ايه، زي ما انتوا شايفين كده على الطرف، على بداية الفراخ. نحاول بقى ان احنا نشربها كلها كده في قلب بعض. اول 10 دقايق تبقى على نار عالية، وبعد كده توطي عليها. شايفين بدأت بقى ان ايه الصوص كده ياكل في بعضه كده ويندمج مع الفراخ. بجد حلوة قوي. انا بقى عندي حبة الصوص ده اهم من الفراخ بصراحة. طعمهم بقى الخلاصة بقى بتاعت الفرخة كلها مع البصل، مع معلقة الباربيكيو اللي انا حطيتها، وديتها في حتة تانية. شايفين ما شاء الله حلوة قوي. هبدأ ان انا اقلبها كده، وبرضو اشوف ايه تسويتها. هي كده انا حسيت ان هي كده خلاص استوت معايا. زي ما قلت لكم في اول 10 دقايق نار عالية، وبعد كده توطي. عامة هي الحاجة لما بتتسوى على نار واطية بتبقى تحفة حكاية يعني، علشان ما تضطريش ان انت تزودي مية والكلام ده كله. هتقدميها بقى كده مع حبة رز، حبة مكرونة، وحبة صلصة، ما لهمش حل. بس بقى ايه اللي هتجربها ما تنسينيش بقى في دعوة حلوة. بصوا ما شاء الله قلبها ابيض زي الفل. كمان مش هتعوزي جنبيه بقى لا طبيخ ولا اي حاجة، هو كفاية ده مع الرز مثلا بسمتي او رز اصفر، ده بدل الخضار. بصوا الطبق ده بقى حكاية 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 حكاية. مش هتفهم كلامي الا اللي تجربه بجد. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. مع السلامة.